باشمهندس ميخائيل، احنا تقريبا هنا في عقل المصنع. مظبوط. يعني هنا المخ وهنا التصميمات وهنا كل المهندسين اللي بيرسموا خط الانتاج عامل ازاي، والمكنه نفسها بتتكون من ايه قبل ما ننزل نصنعهم تحت. فانا مبسوط جدا ان كمان لاحظت ان كلهم ما شاء الله سنهم صغير في السن. اغلبهم او بيشتغلوا عندنا اول شغل. ما بناخدش حد يشتغل في حته فريش تانية. تاخده فريش لسه متخرج يعني من الكليه. الناحيه دي بيصنعوا المكن نفسه. حلو. المكن بتبقى جثه هامده بعد ما اتصنعت. حلو. هنا من غير بقى الاوتوميشن، ده العقل بقى بتاع المكنه، بتديها لها تشتغل تقول بابا وماما، لكن قبل كده ما بتقولش حاجه. هنا برضو الناحيه الكهرباء. اوكي. فالجزء ده اللي هو الاوتوميشن والكهرباء، والجزء ده اللي هو الميكانيكا. حلو قوي. دول الميكانيكا دول انا احبهم. دول انا مش ميكانيكا، دول تبعي. باشمهندس فينا، انا عرفت ان انتوا اخدتوا جايزه ليها علاقه بالتصدير قريب. احنا فعلا فوجئنا في اول السنه اللي احنا مرشحين كاكبر مصدر ماكينات في الشرق الاوسط، وطلعنا احنا من اكبر المنافسين واكبر شركه مصدره للماكينات في الشرق الاوسط. حاجه تشرف جدا. طيب باشمهندس ميخائيل، ده خط الانتاج اللي احنا شفناه كان بيتصمم فوق. ده الحقيقي ان بكره الفرنسويين جايين يستلموه. ماشي. ده بدايته من هنا. ابتدي من هنا في منتج بيجي 4 تراك بس. بيخشوا من هنا كده. يخش 4 تراك. حلو. نتحول ال4 دول ل 12 و24. حلو. عشان خاطر نقصر الثلاجات. حلو. لغايه ما يوصل هناك عند التخطيص. اللي هي بنقول عليها مكنه التخطيص، اللي هي مكنه التغطيه بالشوكولاته. هي بتنزل عمليه التغطيه هنا من فوق ومن تحت. وبعدين في البلور بتاع الهواء اللي هو بيشيل كل الهواء الزياده ويدي لك الريجه اللي على البتاع. وبعدين هنا بيهز عشان ينزل حاجه من تحت، وبعدين يخش على الثلاجه تطلع هنا. طب انا في حاجه برضو في خيالي، ان دايما لما احنا بنجيب مكنه، دايما احنا كنا يعني في كل المصانع بيبقوا عندهم مكن بيجي من بره، وبيجي الاستشاري اللي بيعرف المهندسين بتوعنا والخبير، او الخبير اللي بيركب، الخبير اللي بيركب المكنه وكده، وهو اللي بيديهم شويه يفهمهم. كمصري رايح هناك انا الخبير اللي انا بقول لهم المكنه تشتغل ازاي. المصنع كله بيسترزق من ورا المكنه اللي هو رايح ده، وهو رايح يعلمهم. انا عندي حوالي 5 أو 6 هم الخبره، وبنطلع معاهم يعني كل واحد يطلع بياخد معاه واحد صغير عشان يتعلم منه.